بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا جماعة. كلمتين بس هنقولهم عشان المنظر السيء والقرف اللي شفناه في ماتش النادي الأهلي النهاردة. يعني مش عارف أبدأ منين بصراحة، لكن أنا شفت عك كروي. احنا مش عارفين نمسك كورة، مش عارفين نروح بهجمة. أي نعم، الهجمتين اللي رحنا بيهم جبناهم أهداف. احنا عملنا 3 هجمات على المرمى، جبنا منهم 2 أهداف، لكن مش ده اللي احنا مستنيينه طبعا قصاد ديانج افريكانز. يعني المفروض ان احنا ماتش زي ده وعلى ارضنا كده كده، انا اقوى فريق في المجموعة بل في البطولة اساسا. فالمفروض ان انا امسك فرقة زي دي عندي على ارضي، اديها 4-5. ده الطبيعي. فرقة ما تخوفش اصلا، فرقة سهل ان انا اسجل فيها. الهجمتين اللي اتلعبوا على الجون جون. فانا مش فاهم. دي اول حاجة يعني. تاني حاجة ان احنا مش عارفين حتى نضغط. احنا بنضغط غلط يا جماعة، احنا بنضغط غلط. احنا مش عارفين نستحوذ على الكورة. احنا عندنا نص الملعب ناس بتتمشى. الجماعة اللي في الهجوم كل واحد بيلعب لنفسه. الأخ تريزيجيه جاب جونين، لكن هو أصلا بيلعب لنفسه. يعني هو من ضمن البلاوي اللي بيعملها إن هو بيتعامل مع الكورة على إنه صاحب الكورة. فمش عارف أقول إيه. يمكن هما الجونين اللي يغفروا له، يعني يغفروا له اللي هو عمله النهاردة أو اللي هو بيعمله طول الماتش. حاجة تانية، هو احنا هنجيب مهاجم امتى؟ يعني احنا هنجيب مهاجم عليه القيمة امتى؟ وهنجيب يعني هنبتدي بقى نلعب ونظبط خط الدفاع بتاعنا ونجيب لاعب خط نص بديل لأليو ديانج اللي هو مش هيكمل معانا امتى؟ لحد امتى هنفضل كده؟ احنا كل اللي ناقص، احنا مش ناقصنا حاجة. يعني ما حدش بس يقول لي ان النادي الاهلي ناقصه صفقات وكلام من ده. انت كل اللي ناقصك قطعة واحدة وهو المهاجم. طيب حضرتك هتجيب المهاجم امتى؟ مش بلعها. جبت باك شمال اللي احنا كنا بننادي بيه بقالنا سنة، مع ان رحيل واحد زي علي معلول ده اصلا كان من اكبر القرارات الغبية اللي حصلت في تاريخ النادي. فرقة الكورة في تاريخ النادي. واحد زي علي معلول ده لما يمشي، علي معلول اصلا كان قدامه 2-3 كمان في الملاعب، وانت مش هتعرف تعوضه. فكان على الاقل ممكن تسيبه السنتين دول لحد ما تحاول تجيب له بديل. لكن ما علينا. حليت مشكلة او ابتديت تحل مشكلة وابتديت تاخد بالك من مشكلة بقالنا 12 سنة فيها، وهي الباك اليمين الاخ محمد هاني. فجبت له بديل ينافسه، جبت له بديل زي احمد عيد، لعيب كويس. هينافسه في الملعب وهيخليه يعني يبص وراه كده ويشوف الاخطاء الكارثيه اللي هو بيعملها. طيب المفروض من حضرتك ان انت جبت مدافع عمرو الجزار، وهو مدافع مش وحش، مدافع كويس. هو مش وحش. فكان في لعيب خط نص اسمه حامد حمدان، حضرتك ما رضيتش تجيبه، ولكن ما علينا. ممكن نحاول وندور ونجيب بديل له، مفيش مشكله، لان ديانج ماشي. كل الناقص حضرتك هو المهاجم. بقالنا شهرين بنقول احنا كل الصفقات خلصانه ومية مية، وفي اول شهر واحد اول الميركاتو كله هيبقى جاهز. طيب الميركاتو فضل عليه اسبوع ينتهي. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب والمهندس ياسين منصور نايمين في العسل. وفي اخر ده كله، اصل احنا حافظين الميركاتو بتاع النادي يا جماعه. دي مش اول مره يعني، احنا حافظينها. هنيجي في اخر الميركاتو نجيب مهاجم كسر اي كلام ونقول والله يا جماعه ده مهاجم خطير واحنا جبناه واتفرجنا عليه وبتاع، وبعدين في الاخر نقول احنا اسفين يا جماعه، معلش مهاجم لا يرتقي الطموحات، وندفع له فلوس زيه زي جراديشار زي موديست زي كل الناس دي. فاحنا اختياراتنا اصلا بنختار مهاجمين غلط. فمش عارفين ايه، انا مش عارف في ايه بصراحه. فالنادي الاهلي مش محتاج لعيبه. اما بالنسبه للراجل الكفتاجي اللي اسمه ياس تورب بتاع الجبنه اللي جايبينه بره ده، فانا مش متفائل بيه بصراحه. ربنا يسترها.